سلام الله عليكم حبيباتي، نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وتكونوا كامل مهنيين. اليوم جبت لكم وصفه صابلي الزيت اللي راح يقطع كميه كبيره. راح نعطيكم لي زاستوس باش تتحصلوا على عجينه ما تتقلص، ما تطلق لكم الزيت. يجوا الحبات مع بعضهم، يعني يجوا كيف كيف، ما يتخسر الشكل في الفرن ما والو، وتجي بزاف هاد الحلوه بنينه. والاهم في ذلك انه الطريقه اللي راح نديروها فوق الحبه باش هذاك السكر ما يتنحاش، يعني كي نزينوها بالسكر غلاس ما يتشمخ ما والو، ما يروح، يبقى على حاله كيما راكم تشوفوا البنات، يبقى هكذا يومين 3 ايام مخبيين في لي بواط، يعني ما شاء الله. نروحوا مباشره نبداو الوصفه نتاعنا، نقولوا بسم الله وعلى بركه الله. ما تنساوناش جيم والكومونتير حلو، وروحوا نشوفوا طريقه التحضير. الوغ نقولوا بسم الله البنات. نستحقوا هنايا 3 حبات تاع البيض. دونك البيض هنا لازم يكون حوالي 15 دقيقه في الثلاجه ولا في المجمد، يعني مجرد 15 دقيقه، ما راحش يكون جمد. الوغ هذه من لي زاستوس تاع العجينه باش ما تطلقناش الزيت وتخرج لنا عجينه بزاف هايله. هنا درت لكم عفوا كاس معمر تاع سكر غلاس، اللي ما تحبش الحلاوه دير ناقص صبع تاع سكر غلاس ولا سكر كريستاليزي لكن الخيار. المهم خلطيه مليح، مادام راح نخدموا هاد الحلوه ولا هاد الصابلي بالفوي، ضربيه برك مليح. هذا ما كان، هنا كنت برك نسقم لكم في الكاميرا. دونك نخلطوا المكونات جيدا، السكر مع البيض. من بعد راح نضيف الكاس تاع الزيت كيما راكم تشوفوا، حتى هو خليته ربع ساعة في المجمد. دونك هاد الخطوات مهمة جدا جدا، يعني هاد الزيت والبيض خلوهم في المجمد هكذا باش لاباط تاعكم ما تطلقش كامل الزيت وما يتغيرش الشكل تاعها. خلوها حوالي من 10 دقائق الى ربع ساعة في المجمد، هذاك الكاس تاع الزيت، يعني وجدوا كلش الافونس. من بعد درت هنايا نكهة الليمون، تحبوا ديروا غير الفاني لكم ذلك. من بعد كي تخلطوا مليح راح تضيفوا كاس معمر تاع مايزينا، توجور الكيله اللي تبداو بها تكملوا بها. نضيفوا كاس تاع مايزينا ونخلطوا جيدا كيما راكم تشوفوا هكذا خياتي بهذه الطريقه. هنا درت كيس خميره كيميائيه وبديت نوضع في الفرينه حتى نتحصل على عجينه طريه. هنا ما عطيتكمش المقادير المضبوطه للفرينه لانه كل وحده والعجينه تاعها. حتى نتحصلوا على هاد العجينه، شوفوا البنات كيفاه تبريي وطريه بهذا الشكل. هنا البنات نجيب سنيوه تاعي نوجدها اللي راح نطيب فيها الصابلي تاعي، درت لها شويه تاع فرينه، وهنا كنت درت شويه فرينه باش نحل العجينه تاعي. بنات هنا اللي ماشي مالفه تخدم لي صابلي وتخاف تخسر لها العجينه، نقول لك ما تحطيش كامل فرينه، روحي جيبي بابي كويزون، اقسمي 2 مرسوات وديري العجينه في النص وحلي العجينه تاعك. سينو اذا ما عندكش جيبي كيس بلاستيكي وديري فيها، ديري العجينه تحت الكيس بلاستيكي، سما ديري كيس من تحت وكيس من الفوق هكذا باش تكونوا فاهمين، والعجينه تكون في النص اكيد، وتحليها بالحلال باش ما تضيفيش كامل الفرينه، تخافي تنشف لك، تخافي تخسر لك العجينه. سينو اذا كنتي موالفه بالخدمه كما يقولوا ما نخافش عليك. الوغ هكذا خياتي سورتو المبتدئات. هنا من بعد نجيبوا المول تاع الصابلي كالعاده. وليت نقطع هكذا كيما راكم تشوفوا. هنا لازم العجينه تاعكم ما تكونش رقيقه بزاف وما تكونش خشينه بزاف. هنا العجينه نتاعنا راح تقطع لنا 40 حبه، حبه على حبه هكذا خياتي، يعني كميه لا باس بها. اكيد راح نطيب الصابلي تاعي على صفار، نطيبه غير بالتحت، من الفوق راح يطيب من حراره الفرن. هنا البنات باش نجي نزين الصابلي تاعي هنا بالسنيوه الاولى بعد ما طابت وكملتها. واش راح نديرو هنا خياتي؟ نجيب شويه تاع الناباج، بانسو واحد شمخته بالناباج، نجوز مثلا على 5 إلى 7 حبات، يعني ماشي كل حبه ندخلو البانسو للناباج ونبداو نشمخو في الحبه من الفوق. ومن بعد كي نحطو عليها سكر غلاس نزينوها بالسكر غلاس، هنا السكر غلاس راح يتشمخ. دونك ان شاء الله تكون واضحه في الشرح هكذا خياتي. هنا برك انا كنت درت شحال من خطره البانسو تاعي في الناباج، لانه كنت ما ديتش كميه من الناباج فقط. نتوما ديروه في الناباج مليح، ومن بعد تبداو خفيف ظريف على الحبات، حوالي كل خطره كل ما تجبدوا البانسو تطلقوا به 5 إلى 7 حبات، وتعاودوا تحطوا البانسو تاعكم يعني في الناباج، وتكملوا التزيين تاعكم مع الحبات الاخرين. ومن بعد جبت كميه من السكر غلاس ورشيت بها الصابلي تاعي، اكيد كل حبه نعطوها حقها من السكر غلاس، ما نخلوش نص عريان ونص مغطي بهذه الطريقه. من بعد البنات نروحوا للتزيين الثاني.
ولا نكملوا عملية التزيين. هنا بقيت ديما في الناباج. تحبوا في هاد الآونة ديروا المعجون بنفس الطريقة ديروا المعجون. أنا كملت بالناباج، شمخت كاع الحبة كيما راكم تشوفوا، ونجيب الحبة تاع الصابلي بهذه الطريقة حتى نكمل كامل الحبات دياولي. أنا راح نلصق بالناباج، يعني كذلك الناباج رخيص وراح تجيكم العملية رخيصة بارابور ديروا كلش بالمعجون. دونك اللي تحب دير مشروع مصغر هاد الطريقة بزاف راح تساعدك. هكذا خياتي بهذه الطريقة نكمل كامل التزيين بهذا الشكل. واكيد لما نكمل الحلويات نتاوعي ونلصقهم كامل نروح نجيب المعجون اللي يكون ضفت له اروم تاع الفراز، باتاروم فراز، حطيتها في كيس حلواني، ندير لها ثقب يعني يكون في المتوسط هكذا خياتي، يعني ما يكونش خشين بزاف. ونبدا نعمر في الصابلي تاعي بهذه الطريقه، يعني خدمه نقيه خفيفه ظريفه. دونك هكذا خياتي. واذا كنتي حابه تعرفي سعر البيع هاد الحبه ولا هاد الصابلي تقدري تبيعيه 3500 حتى 4000 للحبه، يعني راح تكوني رابحه فيه ان شاء الله. وهنايا هذا هو الشكل النهائي تاع الصابلي تاعي. نتمنى ان شاء الله الفيديو تاع اليوم يكون عجبكم. هنا اكيد نعاود نقسم معاكم حبه في اخر لا فيديو. كيما على بالكم الصابلي تاع الزيت راح يجي مقرمش نوعا ما لانه حطينا فيه الزيت مرمل كيما راكم تشوفوا. نقول لكم شاهدكم في الجنه، نتلاقاو ان شاء الله في فيديوهات اخرى بحول الله. السلام عليكم.